افتح. على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا بفضل الله سبحانه وتعالى متواجدين في مدشة أعلاف كبيرة على أرض مساحتها 5 فدادين، وطبعا معانا الحاج عيد وهو هيوضح لكم إن شاء الله. هو صاحب المدشة وهو ناوي إن شاء الله يبيع، وزي ما أنتم شفتم المكان تمام عمران بالناس وعمران بالزراعات، وهوضح لحضراتكم. لكن الحاج عيد هيوضح لكم بس امور المدشة يعني ايه مواصفاتها. الحاج عيد بعد اذنك. مدشة سيد ما انت مدشة. بص معي كده بعد اذنك يا حاج عيد. مدشة اعلاف، واخد بالك؟ تمام. مكونه عاد من الشغل بتاعها بتاع العلف ده اللي بنحط في الذره عشان تندش. ممكن تورينا كده يا حاج عيد؟ اتفضل. كمل ده المكتب بتاعك. تمام. هو بتاع البيع ده طب ماشي، دخلنا واحده واحده بس، اشرح لنا واحده واحده ودخلنا يعني فرجنا وانت بتشرح لنا. دي المدشة دي. تمام. واخد بالك؟ عاملين لها رخصه كمبيوتر ورخصه كمبيوتر على التشغيل. وده اللي هو بتحط في هنجر تاني بيسحب زي ده. تمام. بره بيسحب الذره جوه المبنى. تمام. طب ورينا. واخد بالك؟ زي لوحه عداد بتاعت الكهرباء. تمام. واخد بالك؟ كامله. تمام. من دون ما تفتح واضحه من بره، من دون ما تفتح. ودي الطفايات بتاعتها بتاع الحديد كل شغاله زي ما انت شايف. ودي موجوده هناك خرطوم الطفايات وكده. ماشي. كمل ورينا اللي ايه. كمل ورينا المكتب والعده يعني دي مدشة أعلاف عم الحاج عيد. بتطلع علف دي بتطلع بتدش الذره. طب ما وقفت ليه يا عم عيد؟ هو دي لسه ما اشتغلتش، دي حديثة. ما اشتغلتش هي؟ ما اشتغلتش خالص لسه. حديثة يا جماعة، ما اشتغلتش خالص. تمام. مواتيرها وكله زيرو. هذا الرخصة بتاعتها كمبيوتر لسه. والرخصة كمبيوتر لسه طالعة مواتير على التشغيل. تجريب بس، جربنا بس اشتغلت تجريبا. تجريب بس. تجريبي. بحمامها ولا ناخذ الحمام دعنا؟ كله تبعها. بسم الله ما شاء الله. تمام. عندك دي غرفة مكتب. غرفة مكتب. تمام. وديها حمام. ودي غرفة للايه للعمال اللي ايه اللي هيشتغلوا كده لتغيير ملابس والدنيا. تمام. طب وبعد كده بالنسبة بالنسبة للمدش. المدش لسه لها استراحة فوق. لها استراحة فوق؟ تمام. لها استراحة غرفة. تمام. حمام. تمام. في الأعلى. طب ممكن نطلع ونصور الأرض كمان منها مرة، عشان الأرض مساحتها 5 فدادين. تمام. بس المفاتيح زمان. تصير بنوم العمال فيها حمامها برضه. مش عايز يفتح. طب الباب طبعا معصلج مش عارفين نفتحه. تمام. ايه اللي جوه؟ طب بالنسبة للمبنى من فوق زي ما المبنى ده غرفة وحمام. غرفة وحمام. تمام. بس فقط لا غير. طب خلاص احنا ده تبع للمجشة. تبع للمدرسة. ممكن بقى تورينا الارض. ماشي. عشان اختصر الفيديو. ودي استراحة عادية بتتعمل بايه برجولة. واخد بالك؟ عشان منطلق تاني وتبقى ايه فيها النظام الغالي قدامه.
الارض طبعا لها محول خاص للمدش. ثواني يا حاج، بالنسبة للأرض لها إيه؟ المدش لها محول خاص. لها محول خاص. محول كهرباء خاص. خاص بالمجشة وبالأرض. تمام. نكمل كده ونشوف الأرض. طبعا الارض تبعها البيت اللي هنا ده المدش. الارض دي متملكه مباني. متملكة مباني. تمام. المدشه دي والايه والمبنى ده. والمبنى البيت ده. المبنى تمام. ده مكون من غرفتين وصاله. تمام. وحمام. تمام. براحتك يا حاج، براحتك، بسم الله. تمام، بسم الله. عندك كهرباء وكل شيء. والصاله والحمام خلفي هو والايه والمعلم. تمام. ده البيت اللي احنا كنا فيه، اللي احنا شفناه من بره، وغرفة هنا، وفي معلف ورا. معلف والحمام. معلف والحمام. ماشي. طبعا الأرض في معلف ورا، معلف تقريبا معلف بهايم او تقريبا زي كده. تمام. والبيت متصور عليه تصور كامل، يعني بسور كامل من على الشارع لعند على المجشة كاملة كلها. تمام. سور كامل. والارض تقريبا مزروعة زيتون. ومكان مية نيل دي حج، ها؟ مية معين ومية نيل، ها؟ دي مية معين ومية نيل. خلاص يا حاج، ما تدفعش حاجة تاني بالنسبة. ماشي. ده معلف بهايم تقريبا. ده معلف بهايم وطوايل اهي. تمام. تمام. طبعا ده حمام. طب بالنسبة للأرض بقى يا حاج، السور ده على المدشة كاملة يا حاج، ها؟ على المدشة كاملة يعني. المدشة كاملة معمول عليها سور بالبيت بكله. تمام. واخد بالك؟ تمام. بيع المدشة لوحدها ماشي، الأرض لوحدها ماشي. يعني بيع المدشة لوحدها ماشي، الأرض لوحدها. دي مكنة معين. والأرض مع البيت برضه ماشي. دي معين. أنا هبص هلف، أنت المفروض بقى من على الطريق ده، الطريق ده تبعنا. تمام. واخد بالك؟ مشترك مع الجار. تمام. ماشي. الأرض مزرعة كلها زيتون زي كده؟ الطريق كده، خد مع الطريق كده أنت بتصور. كلها مع زيتون؟ مع كل الأرض في وشك. وده المحول الخاص بالأرض المحول الخاص بالمزرعة، ها؟ ماشي يا حبيبي. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده، بسم الله ما شاء الله، يعني الارض بتشرب غمر، عايز تشرب خراطيم. ماشي. كلها زيتون وزيتون، بسم الله ما شاء الله، يعني طراح شجر كبير. المزرعة كلها 5 فدادين بالمجشة. البيع مطري في المجشة لوحديها ماشي، في بالارض ماشي. المجشة والارض للبيع ماشي. يعني ان شاء الله هيبقى في تسهيلات في الايه، في البيع. طبعا الحد من عند الكزورين، شجر الكزورين العبل، لعند الايه الشارع زي ما انتم شفتم. وده كله ايه زيتون. ارض مساحتها 5 فدادين وانت نازل كده. تمام. وطبعا ايه ارض الجار، والجار هنا زارع كمان برسيم حجازي. ممكن افرجكم حضراتكم على الايه، على نسبة نجاح البرسيم الحجازي. وفي برسيم صغير اهو مزروع ربة للبرسيم بلدي. تمام. وادي البرسيم الحجازي اهو، يعني بسم الله ما شاء الله، حاجة تبارك الرحمن. المحول الخاص بالمجشة والمزرعة، يعني خاص بالمجشة والمزرعة.
الله نصور لكم بقى المزرعة من الداخل العربية، واحنا ماشيين الطول الايه الخمس فدادين زي ما انتم شفتم كده. ده زيتون نشاوي عمره سنتين. الزيتون نشاوي عمره سنتين. ها بسم الله ما شاء الله. انا فرجتم على البرسيم بتاع الحجازي بتاع الجار. وادي عبل. ده بداية ارض العبل. اللي هي الفلاوة. دي فلاوة كلها برضو يمكن 3 ادي طماطم عند الجارة اهي، شايفين يا جماعة لسه برضو لسه نشاوي حاجة بسم الله ما شاء الله. يعني ارض قبل زراعة الخضروات، زراعة المانجا لو عايز النخل زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. وطبعا انا يعني مدير فني في مجال زراعة النخيل يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. وده العبل، عبل زي ما انتم شايفين برضه هنا معين، مكان معين هنا في مزرعة العبل. مزرعة عبل كبيرة. كم فدان؟ المزرعة بتاعت العبل اللهم صل على النبي بتاع فدانين يعني فدانين. وبتكمل تاني زيتون، وبتكمل زيتون تاني، ننزل برضه نتفرج في زيتون. بسم الله ما شاء الله. الطماطم عند الجار حاجة بسم الله ما شاء الله. الله يوضع البركة يا رب. نخل حياني هنا اهو. طبعا انا هخلي على الفسائل دي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده في ذكوره لو عايزين حاجه بسم الله ما شاء الله. انا بس هوضح بس ايه طبعا الزيتون، وهوضح برضو عند الجار يعني من هنا ومن هنا بسم الله ما شاء الله نسبه الزراعه ونسبه نجاح الاشجار والخضروات ناجحه بالنسبه لمعدن الارض. معدن الارض بتشرب غمر وبتشرب نقاطات زي ما انت عارف زي ما انت عايز يعني. بسم الله ما شاء الله. الجار هنا زرع كلمنتينا تمام بسم الله ما شاء الله. الله يضع البركه يا رب. وزرع كلمنتينا. وطبعا زي ما انتم شايفين كده عشان لا مش هينفع هذا نخش واخد بالك ايه، ولكن احنا نصور من بره. طبعا الحاج عيد اصمم ان احنا ندخل برضه ونشوف تصوير عند الجار بسم الله ما شاء الله. الله يضع عليه البركه تمام. حاجه بسم الله ما شاء الله. كلمنتينا طبعا مدي انتاج حاجه بسم الله ما شاء الله في المكان يعني صفوف. النخل يعني ناجح بطريقة بسم الله ما شاء الله. طبعا المزرعة بتاعتنا مزرعة زيتون. هذا هو الزيتون بسم الله ما شاء الله. يعني حاجة جنينة وعبل ثروة خشبية طبعا تمام. النخل مبدع عند الجار هنا زرع برضو خضروات، زرع كرنب بسم الله ما شاء الله. بذرجان. النخل اهو طبعا بس ده مشيص طبعا والليمون تمام. يعني ارض قبل زراعة جميع كل حاجة بسم الله ما شاء الله من الدرجة الاولى يا جماعة تمام. يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. البذرجان حاجة بسم الله ما شاء الله. الكرنب حاجة بسم الله ما شاء الله تمام. بالنسبة للبقدونس بالنسبة للجرجير تمام. بالنسبة زي ما انتم شايفين الشبت حاجة يعني بسم الله. الأرض قابلة لجميع كل الزراعات تمام. لكل الزراعات مانجا نخل كلمنتينا شمام يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. كل حاجة والله كل حاجة. المية النيل اهي ايه والله المية النيل مش مالحة. ها المية النيل دي بتزيد بسم الله ما شاء الله. والله مية زي السكر يا جماعة. مش مالحة مية زي السكر. حاجة بسم الله ما شاء الله مية زي السكر. طب بعد اذنك صورنا كده الحين. طبعا مكان معكم اخوكم علي مقبول لتوريد وزراعه النخيل بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ما انتم شفتوا الارض مجشه بسم الله ما شاء الله على مساحه نص فدان. مبني عليها سور على الشارع السريع، شارع مش السريع شارع فرعي متصل بالكيلو 14 اللي هو الشارع السريع على بعد 2 كيلو تقريبا من الشارع اسماعيليه بورسعيد، من الشارع السريع على الاسفلت يعني.
لها كذا مدخل، لها مدخل من ناحيه البدراوي من الكيلو 11، لها مدخل من الكيلو 17، طريق لها الحجوات، مدخل من الكيلو 11، لها مدخل من 14. تمام. الارض متواجده بسم الله ما شاء الله، ومزروعه على مساحه 5 فدادين كلها زي ما انتم شفتوا كلام ملك. ارض ملك طبعا، ومزروعه زيتون وفدانين عبل زي ما انا وريتكم كده. هو مزارع الجار من هنا ومن هنا، طماطم وخضروات وفواكه وحاجه بسم الله ما شاء الله، ميه نيل زي العسل. ارض قبل لجميع الزراعات وحاجه بسم الله ما شاء الله. واللي عايز ان شاء الله بالنسبه للسعر، فالسعر ان شاء الله هنقول في كلمه بس بعد اذنكم، بس هفصل مع الحاج عيد وهو هيقول لنا السعر ان شاء الله النهائي، ان كان على التليفون على الخاص او على المباشر دلوقتي. بعد اذن حضراتكم امسك كده. طبعا بالنسبه يا جماعه السعر ان شاء الله على الخاص مع الحاج عيد. طبعا الناس بتقول لا ما تقولش السعر ليه، والله دي طلبات اصحاب المزارع، واللي عايز حاجه ان شاء الله هيجي باذن الله ويلقى نفس المواصفات اللي قلت لي عليها، بتفرج وما فيش الفرجه ببلاش. وبالنسبه للمواصلات اللي يجي مواصلات ان شاء الله جيتوا علي انا غداه وراحته وكل حاجه، اي حد إن كان يجي بده يتفرج مرحب به، متوفر له ان شاء الله كل سبل الراحه وكل سبل المواصلات ان شاء الله. فيعني ما يشكيش هم اي حاجه، وتشرفونا ويا مرحب بكم وحياكم الله، وفي رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا يا حاج. الله يسلمك.